السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الفراخ بطريقة مميزة جدا من صدر فرخة واحد عمل معايا الكمية دي كلها. الكفتة موفرة اقتصادية، وكمان كده هنستخدم شوية حاجات كده في التتبيلة هتفرق معاكي جدا في طعم الكفتة. تعالوا مع بعض ندخل على الفيديو بتاعنا، بس ما ننساش لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة لكل حبايبنا. نسمي الله وندخل على وصفتنا النهاردة. أنا معايا كده حبة كبيرة من البصل، قطعتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا 2 فص من الثوم، ومعايا كمان واحدة متوسطة كده من الفلفل. نزلت بيهم كده في الكبة زي ما حضراتكم كده شايفين معايا، وبدأت إن أنا أطحنهم. أنا هاطحنهم ناعم جدًا. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أكشف الكبة، وده بيكون شكل الخضار كده بتاعي بعد ما اتطحن، هيبقى معايا بالشكل ده. حطيته كده في مصفى وبدأت إن أنا أصفيه كده من أي سوائل موجودة فيه، وطبعًا السوائل اللي بتنزل منه مش هارميها، أنا هاركنها كده معايا على جنب. في الوقت ده كده أنا معايا صدر فرخة حوالي 900 جرام. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أنزل بيه في الكبة زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. وطبعًا في الوقت ده كده بننزل بعصير نُص ليمونة، بتدّي كده ريحة جميلة جدًا لصدور الفراخ وهي بتتفرم. وطبعًا صدور الفراخ بتاعتي أنا غاسلاها كويس جدًا، وممكن نستخدم كمان فرخة كاملة ونخليها. في الوقت ده كده نزلت بقطعتين كده من الدهن أيًا كان، ليا أو دهون اللحمة العادية. في الوقت ده كده غطيت الكبة بتاعتي وبدأت إن أنا أفرم كده الصدور بتاعتي كويس جدًا، وضفنا الدهون اللي أنا ضفتها علشان طبعًا صدور الفراخ مش بيبقى فيها أي دهون، وعشان تبقى طبعًا أثناء التسوية كده تبقى حلوة وطعمها كمان يبقى أحلى. في الوقت ده كده ده بيبقى شكلها كده بعد ما اتفرمت. نزلت بيها كده في البايركس اللي معايا ده، وفي الوقت ده نزلت كده بالخضار اللي أنا صفيته، اللي هو البصل كمان الفلفل والثوم، ونزلت كمان بشوية كده من الكزبرة الخضرا، ونزلت كمان ب2 معلقة كبيرة هرمية من النشا أو الكورن فلاور، ونزلت كمان ب2 معلقة كبيرة من بهارات الكفتة، ودي بنجيبها من عند العطار أو حتى من السوبر ماركت. في الوقت ده ونزلت كمان ب2 معلقة كبيرة من الفيجيتار، يعني عبوة صغيرة كده ننزل بيها. ونزلت كده بمعلقة صغيرة من البهارات المشكلة، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الكزبرة الناشفة، ونزلت كمان بنص معلقة من الفلفل الأسود، و2 معلقة صغيرة من معجون الفلفل الأحمر الحلو. وفي الوقت ده كده نزلت كمان بشوية من الملح الأبيض للوصفة كلها، وآخر مكون نزلت بيه وهو معلقة كبيرة من الصويا صوص، بيدي كده طعم جميل جدا للكفتة. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أعجن الكفتة بتاعتي كويس جدا. تقدري تعجنيها بإيدك زي ما أنا عملت كده النهاردة، أو نديها كده ضربتين في الكبة بتبقى تتعجن معانا وتبقى زي الفل. وده بيكون شكلها كده معايا بعد ما عجنتها كويس جدا. في الوقت ده كده هاغطّيها وهاسيبها كده معايا في التلاجة شوية كده حوالي ساعة، عَبَال كده ما المكونات بتاعتها كده تاخد كده من طعم بعضها، وممكن يكون أقل من كده، يعني حوالي نُص ساعة كده هتبقى معانا جاهزة. في الوقت ده كده أنا هاعمل المكونات اللي أنا هاحضّرها كمان جنب الكفتة. أنا هاحضّر كمان جنبها النهارده سلطة، وسلطة خضرا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا ده. نزلت بالطماطم وكمان بالفلفل وكمان بالبصل الأحمر وشوية كده من الجزر، ونزلت كمان بشوية من الكزبرة الخضرا. لو عندك أي خضار تاني تقدري تضيفيه في السلطة، بس بنقطعه قطع كبيرة شوية. نزلت عليها بشوية كده من البابريكا، ونزلت كمان بشوية كده من البهارات، عبارة عن كمون كزبرة وكمان شطة حمرا. وفي الوقت ده نزلت كمان بشوية من الملح الأبيض، نزلت كمان بشوية كده من عصير الليمون، وشوية كده من الخل الأبيض. قلبت كده السلطة مع بعضها كويس جدا. وفي الوقت ده أطيب سلطة إن هي تتقدم مع كمان الكفتة. وممكن كمان لو عندك سماق تبدأي إن انت تنزلي بنص معلقة صغيرة، بتفرق جدا في السلطة. في الوقت ده كده دي السلطة بتاعتي هبدأ إن أنا أحطها كده في التلاجة. تعالوا مع بعض نحضر سلطة الطحينة. معايا كده شوية من الطحينة الخام، نزلت عليهم كده بعصير نص ليمونة، ونزلت في الوقت ده كده بشوية من الخل الأبيض،
ونزلت كمان بفص توم مهروس، ونزلت كمان بشوية من البهارات، يعني عبارة عن شوية من الكمون، شوية من الكزبرة الناشفة، وشوية كمان من الشطة الحمرا، وكمان شوية من الملح. بدأت إن أنا أنزل كده عليها الطحينة، قلّبتهم كويس جدًا، بدأت الطحينة قوامها يتقل معايا، بدأت إن أنا أخف قوام الطحينة بمَيّة عادية جدًا، يعني مش مَيّة سخنة أبدًا، علشان طبعًا المَيّة السخنة بتخلّي كده الطحينة بتاعتنا وشّها يبقى ناشف. في الوقت ده كده ونقدر كمان نحط فيها معلقتين من الزبادي زي ما تحبّي. في الوقت ده كده بدأت إن أنا جِبت مَيّة البصل، نزلت بيها كده بشوية كده من صلصة الفلفل الأحمر الحلو، ونزلت كمان بشوية كده من البابريكا، وتقدري إن أنتِ تضيفي عليها كمان زيت زي ما تحبي، بس هو مش هتفرق جدًا معانا في الوصفة بتاعة النهارده. جبت معلقة خشب كده وبدأت إن أنا أغلفها بالفويل إيديها، وبدأت إن أنا أصبّع عليها بالشكل ده. كانت معايا الفتحة بتاعتها من جوّه الكبيرة، أنا عملت عليها كده وعملت كمان على عيدان الشيش طاووق، بس أنا كان عندي العيدان الصغيّرة، فعملت كده على 2 وغلّفتهم كده ببلاستيك راب وبدأت إن أنا أشتغل عليهم. في الوقت ده كده، ده شكل كده الكفتة بتاعتنا لمّا بنيجي نشكّلها، بنبِل إيدينا كده من مَيّة البصل والإضافات اللي إحنا حطيناها، وبنبدأ إن إحنا نشكّلها. وطبعًا تقدري إن أنتِ تعملي أقراص صوابع زي ما أنا عملتها كده النهارده زي ما تحبي، وحجم الصباع برضه زي ما بتحبي أنتِ عايزة الحجم إزاي. في طاسة معايا كده حطيت مكعب صغير جدًا من الزبدة، وبدأت إن أنا أنزل بالكفتة بتاعتي بعد ما الطاسة سخنت على الآخر. في الوقت ده كده بدأت أول كده ما بتاخد لون بابدأ إن أنا أقلبها على الجهة التانية على طول، وبانزل كده بباقي كمية الكفتة، وطبعًا اللي بيستوي معانا بابدأ إن أنا أخرّجه على طول. بس في الوقت ده كده ما أقولكوش على الريحة بتاعتها، مالية البيت كله، اللهم بارك ريحتها جميلة جدًا. أتمنى إن أنتم تجربوها بنفس الطريقة، بنفس التتبيلة اللي أنا عملتها النهارده، وإن شاء الله هتعجبكم جدًا. وزي ما أنتم شايفين كده أول ما الطاسة كده معايا مش بيبقى فيها أي نسبة دهون، بابدأ إن أنا أنزل كده بمكعب صغير جدًا من الزبدة، يعني أنا عايزة كمية كده بسيطة جدًا بتدّي للكفتة لون جميل وطعم أجمل. في الوقت ده كده باقلبها كده على كل جهة من جهاتها لحد كده ما تاخد اللون زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. وفي الوقت ده كده النار معايا عالية جدًا، يعني على الآخر. أنا باعملها دلوقتي على العين الصغيرة في البوتاجاز ومعلياها على الآخر، علشان طبعًا الكفتة بتاعتي ما تفقدش السوائل الموجودة فيها، وتبقى كده بعد التسوية ناشفة وما تبقاش حلوة أبدًا. في الوقت ده كده اللي بيخلص كده معايا وبيتحمّر بابدأ إن أنا أخرّجه على طول وباحُط مكانه صُباع تاني. في الوقت ده كمان طريقة التشكيل تقدري إن أنتِ تتحكّمي فيها، أيًا كان أصابع زي ما عملت النهارده أو حتى أقراص. وفي الوقت ده كده كل شوية كده أو كل فترة صغيّرة بانزل كده بمكعب صغيّر جدًا من الزبدة، علشان يدّيها طبعًا لون جميل وطعم أجمل. وطبعًا كمية الدخان البسيطة اللي طالعة من الطاسة دي بتبقى مُحمّلة بريحة جميلة جدًا، يعني الريحة كده مالية العمارة كلّها، حاجة كده اللهم بارك، تحسّي إن في حاتي كده موجود في البيت. في الوقت ده كده أنا الكفتة بتاعتي دي بعد ما عملتها، أنا كده عملت منها ساندوتشات لبنتي وهي رايحة المدرسة، فالريحة كده كانت قلبت الكلاس كلّه. فطبعًا المُعلِّمة بتاعتها سألتها على يعني على طريقة الكفتة وأكلت معاها وبعتت لي على الطريقة وأنا باهدي لها الفيديو ده. الفيديو ده ليكِ، من صدر فرخة واحد عمل معايا الكمية دي كلّها، ما شاء الله اللهم بارك جميل جدًا. تعالوا كده مع بعض نبدأ إن إحنا نزينها كده بشوية من الكزبرة الخضرا، ونبدأ كده إن إحنا نقدّمها في ساندوتشات كده، حطيناها كده جنب شوية كده من السلطة الخضرا، وشوية كمان من الطحينة. أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة، وتسيبوا لي رأيكم في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.